وبما ان اللي انت سهران من الساعة 1 بتتفرج على ماتش مصر والبرازيل وخسرنا وسمعنا كلام كتير والناس متضايقة ومش متفائلة وصلت الفجر وتنام، واللي يبتدي يومه ويروح الشغل وليلة كبيرة جدا. لكن احب اقول لك اللي انا استفدت جدا وكنت مبسوط قوي من الماتش النهارده. هتقولي ايه للدرجة دي؟ يعني انت شايف اللي فيه يا معلم ناس بتتكلم وتقول لك ما عملناش حاجة وكنا متوترين وهري وعمل وبتاع، بس على الاقل بيطلع في كام واحده كده ايجابيه نستفاد بيها. والمعلومه مش دي الخطه الاساسيه اللي انت تقدر تلعب بيها عامه قدام الفرق، وطبيعي انت كده عارف حجمك يعني هو ايه. يا عم ما تقللش، امال السبع نجوم دول ما بيبقوش موجود يا صاحبي في كاس العالم عامه، ما بيعترفوش بيها مبدئيا، بيعترفوا بالنجوم بتاعت كاس العالم اللي متاخده. فانت ايه الدنيا معاك؟ جايه معاك ولا مش جايه؟ فانا عايز اسالك سؤال بس عشان تركز كده وتصحصح للموضوع، ومش عارف انت صاحي ولا نايم ولا ايه دنيتك. انا عذرك برضو اللي الوقت متاخر، بس عود نفسك اللي انت ايه تشرب قهوه وليله. يعني انت من بدايه اصلا عامه الماتش وبدايه الليله كلها انت عارف اللي ده الحجم، وانا عارف اللي دي اسوأ نسخة للبرازيل، بس مش معنى اللي دي اسوأ نسخة للبرازيل فانت احسن نسخة من نسختك. يعني انت فاهم حاجة ولا ايه الدنيا؟ اصل انا سامع الكلام ده كتير يا جدعان. ما تفوروش الدنيا ما تكبروش المواضيع وتحسسنا ان احنا كنا بنعمل انجازات. انت اخر انجاز انت عارف اخره كان امتى؟ انا كنت طفل عامة اخر انجاز منتخب عمله، فكك من نجاح كاس العالم والهري والتعبان ده، ما علينا يعني عشان نخش في الموضوع. عشان لقيت الناس مقفوره، واصل انا خايف اباصي، واصل انا خايف اعمل، واصل انت حاسس ان انت في توتر. انا عايز اقول لك في الشوط الاول هي في حاجه بس سلبيه انا خدت بالي منها من حسام حسن، بس هو طبيعي غصب عنه عشان عارف الامكانيات اللي بيه لعيبها. ولو مؤاخذه زي فينيسيوس ده لما حب يجاري محمد هاني بسبرنت وده برضه وجري، غير لما هاني ابتدى يعمل فاول. انت متخيل الماتش ده زي ودي؟ وحتى البرازيل كانت بتلعب بدني وبتاع، وانت عارف الجو، فده ملوش علاقه يعني. والجو ده اللي هيفرق كتير جدا مع منتخبات كبيره قوي ممكن تطلع عادي من البطوله دي. ممكن تلاقي منتخب هيتيا ياخد كاس العالم دي عادي جدا مفيش اي مشاكل. تقول للدرجه دي؟ اقول لك للدرجه. بس نخش في الموضوع. انت كده عارف الخطه، بس انت الهجوم كانت مختلفه بزيكو وعمر مرموش وهيثم حسن وتريزيجيه، تمام. وخط النص انت المفروض يعني بالمجمل اللي هو حمدي فتحي، مش هقول اسمك عشان انا يعني فاهم، انا قضيت منك، انت كنت زي الزفت خالص، ومروان عطية، تمام. انا عايز ابتدي عامه اللي انت عارف اللي حمدي فتحي انت كده ده الخمسه، تمام، اللي المفروض هيلعب يعني بيها ورجع ورا، تمام. وده طبيعي عشان الفرقه بتلعب بالطريقه دي. وكمان انت بتبقى مستغرب عامه يعني بالاداء اللي انت بتشوفه، واخد بالك اللي انا خلاص انا محجم الدنيا كلها ومقفل العمق، وانت عارف اصلا اللعب كله هيبقى من على الاطراف، تمام. لكن انت خدت بالك من نقطه وعجبتني حسام حسن فيها، اللي هو لا زي رافينيا داخل للقلب، تمام. ويعتبر جبهه اليمين بتاعت البرازيل مش احسن حاجه، تمام. واللي كانت خطيره شويه من ناحيه فينيسيوس. وكده احنا عارفين اللعيبه بتاعت البرازيل عامه يعني، فانت دي لعيبه محترفه، فما تجيش انت تيجي تقول لي اصل انت لا مؤاخذه يعني انت ما عندكش محترفين كتير، انت مثلا مش زي السنغال عشان تقدر تنتقد او تتكلم بالعجرفيه دي، انت فاهم؟ لا خليك العب بامكانياتك اللي هي المحدوده، تمام. انت المفروض اللي هو احسن واحد عندك في تاريخ الكرة المصرية والعربية والأفريقية محمد صلاح، انت دلوقتي شفته في الشوط الثاني عامل ايه، فاهمني؟ فهو مش انت شايف الانتاج عامل ازاي، وده مش ذنب عشان اتعلق بطموحات عمر مرموش لما تلاقيه عامل فرق كبير جدا بين يعني فرق شاسع بين اللعيبة واللعيبة التانية اللي هي بيلعب مع السيتي او بيلعب مع المنتخب، في فرق شاسع. فانت ما تجيش انت تقول لي اصل انا احاول اهاجم واعمل. انا عارف ان انت لما كان بيجي عليك تحولات وبتحول الكوره من الدفاع للهجوم كان باين جدا ان انت تبقى خطير، بس انت المشكله انت ما توقعتش بنقطه زي دي. هتقول لي طب ما انت لازم يكون عندك مدرب لقاري الماتش، طب انت لازم يكون عندك لعيبه تكون قاريه الماتش برضه، ما فيهاش اي حاجه يعني، انت فاهم؟ وعلى فكره شايف حسام حسن بيحاول يطور نفسه على قد ما يقدر. انتوا يا جدعان مجعلصين الدنيا قوي، انا الموضوع ده مش شخصانه قوي مع الناس بالذات،
فانا شايف انا عامه، انا اللي عجبني مصطفى زيكو اللي هو الراجل خد باله بخطأ عامه من اسمه ايه ماركينيوس، تمام، وعادي يا معلم جاب التعادل، برغم ان انت في واحد يعني اسمه مهند لاشين انت غلطان كذا كوره، والمفروض اللي انت لاعب دولي وهاجي اعاتبك، لا مش هعاتبك عشان اقول لك دي الامكانيه اللي هي المعروفه، بس ما اعتقدش ان انت في حد بيبقى ناسي يدوس على الار 1 يعني، انت فاهم. انا حسيتك اللي انت فاهم، عارف انت اللي بيسيب الدراع بيلعب بلاي ستيشن ويسيب الدراع هو قاعد، طب انت عارف اللي فيه كان 2 بيضغطوا عليك، اتفاجئت بالتالت اللي كان بيجي جنبيك؟ ما اكيد طبيعي لا. المشكله اللي انت اللي كابس عليك واحد من خط النص دي مرايش اصلا وجاب الجون وعادي مفيش اي مشاكل. على فكره انت كان التحول شويه كان كويس، بس انت برضو ما كانش احسن حاجه يعني. كان احسن حاجه ايه؟ اللي انت تسحب الخمسه اللي انت بترصها دي وخلاص. لقيت ماتش زي ده كده، دي ابتدي بقى اقول لك سلبيه بقى. انت لقيت دلوقتي الخمسه اللي ورا دول مفيش نتيجه يا معلم، وانا شايف التحول بيبقى كويس وفي فرق شاسع من اللعيبه، واللعيبه بعيده عن بعض بتوع البرازيل مش مقربين الدنيا، والمنتخب ده هيطلع بفضيحه على فكره لو بيلعب بالاداء ده، تمام. فانت لا مؤاخذه بتطلع بالهجمه انت 2 بس او 3 اللي بيحاولوا. تريزيجيه انت بعيد قوي، بعيد قوي، ما ينفعش تبدا بتريزيجيه خالص. والمعلومه انت الماتش بتاع بلجيكا ده انت عايز لعيبه بدنيه تبتدي تفوق بدني. اقول لك ده ماتش عشان انت ايه كاس العالم وكده، وده طبيعي، دي الطريقه اللي انت تلعبها، تمام. بس انت المشكله ما فيهاش حاجه لو انت خسرت 3-0 4-1 بس انت بتجرب. انا المهم عندي لا مؤاخذه يعني، انا كان ليا واحد صاحبي اسمه مروان بيتفرج معايا على القهوه، هو ده يفرق معانا في التصنيف؟ لا يا مروان مش هيفرق معانا. تقول لي ايه يا راجل انت اللي بتقوله ده؟ يا عم انت بتتكلم في ايه؟ بترد عليه ليه اصلا؟ المفروض اصلا دلوقتي التصنيف ده هيفرق لما خلاص انت داخل على كاس العالم. انا بشرح ليه اصلا، ما علينا نخش في الموضوع، لكن انا بتكلم في نقطه اللي هو ايه يا جدعان يعني ماشي في دي انت بقى تظبط التحول. هتقول لي طب ما التحولات بتاعت فينيسيوس ورافينيا فالموضوع ده صعب يعني فالمهاجم برضو اللي كان جاي برايتون ولا مش عارف بليرفورد ده، الصلاة على النبي يعني، انت فاهم، الكرة كانت بتجيله بيستنى بيها ومش عارف يعمل بيها ايه. فانت باين اللعيبة متأثرة بالموضوع، انت متخيل، فمش عارفين يطلعوا بالهجمه بتاع. لكن انت عندك واحد زي مصطفى شوبير شال كام كوره كده من فينيسيوس، وممتاز على فكره مصطفى شوبير يعني، حارس بطل يعني انت عامه. وده بقى الحاجه الوحيده اللي انت اكتشفتها برضو. زيكو على فكره ممتاز والله، بعيدا عن عمر مرموش والليله والرجاله. محمد هاني لو يظبط الدنيا شويه في حوار الباص تمام، وبيغير الملعب كويس على فكره. ناحيه فتوح يعني في كام كوره، انت في كور عادي ممكن تشوط فيها وتجرب. والحاجه السلبيه اللي انا كنت ممكن اقولها لك اللي انت كنت تجرب من بعيد وتشوط، ما فيهاش اي مشاكل يعني. خط النص كان وحش قوي بامانه يعني، وما اتمناش الخط النص ده يتلعب في كاس العالم عشان ده سلبي خالص، مش بيعمل لك بمرحله. انا عايز اقول لك اللي كان بيبدا الهجمه من الدفاع للهجوم كانت الباكات محمد هاني وفتوح. مروان عطيه ما شفتوش. انا حمدي فتحي حرفيا ما خدتش بالي اللي هو بيلعب في الماتش من كتر اللي هو راجع في ال 18 ورا. فانا عايز اقول لك على نقطه، ركز شويه في نقطه اللي هو ايه، لا مش كل الماتشات اللي تلاقي فيه هجمات والماتش هيفتح عادي يا معلم، ابتدي يزود ويقلب الموضوع 4-3-3. الموضوع ده هيبقى يعني هجومي اكتر وهيساعدك اكتر. هتقولي طب احنا هنعمل ايه قدام بلجيكا وخسرت قدام وتونس يعني، فاهمني، خسرت قدام يعني بلعت 5-0 يعني. المدوشة الودية مش معترف بيها، بس بتديك نبذة اللي انت لازم تلعب الفرق الأوروبية أو اللاتينية هتقدر تتعامل معاهم ازاي أو كده. لا أنا يعني شايف اللي احنا إن شاء الله الدنيا هتبقى مظبوطة. ما أعرفش احنا هنخسر ولا لا، بس يعني هنخسر يعني، بس مش هيبقى فرق كبير. وعامة انت ما بتبقاش حاطط امل قوي. هتقولي انت ليه منهزم كده؟ لا مش منهزم يعني، انت فاهم. انا لو جيلي زي المغرب او جيلي زي السنغال او كوت ديفوار، هتقولي كوت ديفوار في ايه يا عم؟ لا انت في محترفين كتير يعني، هو الفرق بس ان انت الهيبة بينك وبينهم بس مش اكتر.
في محترفين، وده يبين لك اصلا عامه اللي انت محتاج قوي. ومحتاجين الاتحاد يتدرب على نفسه شويه، او يحس على دمه شويه، اللي هو يبتدي يخلي الناس تحترف كتير ويبتدي يشوفوا طريقهم عشان تبقى عامل منتخب ممتاز يعني. بس ده كل الموضوع، واتمنى يعني ان المنتخب يبقى مسيرته كويسه في كاس العالم. مش عايز يا جدعان راي سلبي دلوقتي، ودلوقتي الحاجه الوحيده اللي انا اقدر اقول عليها راي سلبي لما احنا نطلع من البطوله عامه، نطلع على حسب بقى بطريقه كويسه او بطريقه مش كويسه. فدي الحاجه الوحيده اللي انا ابتدي انتقد فيها. لكن انت الهاري اللي انتوا بتهروا فيه ده دلوقتي، ده بالنسبه لي اللي انت مش لاقي حاجه تعملها، تقوم تعمل ايه؟ تقوم تصلي وتخش تتخمد عشان وراك شغل، او اللي وراه امتحانات في ثالثه اعدادي او ثانوي، فيشوفوا دنيتهم. عشان يا رجاله الدماغ تعبانه. سلام.